مرحبا. اليوم رح نودع سوا البيت اللي عشت فيه سنين بكل الذكريات الحلوة واللحظات الصعبة. هذا البيت كان شاهد على مراحل كتير من حياتي، أوقات صعبة وحلوة وذكريات وكتير أشياء، بس صار وقت بداية جديدة. رح أخدكم معي خطوة بخطوة لبيتي الجديد. خليكم جاهزين لجولة مليانة حماس وتغيير. البيت القديم له ذكريات حلوة بقلبي، بس الحماس للمرحلة الجاي أكبر. تابعوا لآخر الفيديو عشان تعرفوا السبب. بعرف هذا المنظر اللي قدامكم كتير مبهدل، بس هاي الحقيقة. بأي نقلة من بيت لبيت هيك بيكون الوضع، كياس بكل مكان وكركبة إلها أول وما إلها آخر. أنا حرفياً هذا المنظر قدامي صار له 3 أيام بحاول أضبط وأضبط وأرتب البيت، لدرجة إنه ما كفوا لا شنط ولا كراتين على أغراض البيت اللي عندي. الله يعينكم عاد أنتوا تحملوه لحظات، بس هذا كله في وراه سبب حلو وبداية جديدة، وإن شاء الله يعني تكون بداية خير علينا وسعادة. ترارارا، وأخيرا البيت الجديد استلمت المفتاح. البيت واسع ما شاء الله، عن جد كتير بجنن، والإضاءة اللي فيه طبيعية وبتفتح النفس، هيك بصير أقدر أصور زي ما بدي. هون مدخل غرف النوم والمطبخ، وكمان بعده الحمام. وبعرف إنه البيت لسه بده كتير تنظيف وترتيب لحد ما يعني يطلع بالشكل اللي أنا بدي إياه في راسي. هون غرفة النوم لسه فاضية، بس متحمسة أرتبها على ذوقي. طبعا ما رح أنسى أهم إشي الإطلالة، عن جد خلابة ومليانة طبيعة وهواء نقي وكتير نظيف. وأخيرا نقلنا على البيت بيومين بس، تخيل يعني بيومين صرنا قاعدين في البيت مجهزين البيت ومنظفين البيت. طبعا صلاح الله يعطيه العافية بصراحة كتير يعني ما خلاني أعمل ولا إشي عن جد يعني. فالبيت كتير حلو كبير، موقعه بجنن، إطلالته كمان حلوة، الهواء بدخل من كل مكان. بصراحة بيت عن جد كتير حلو، فادعوا لنا يا جماعة دعوات حلوة. هاي الزاوية عملها صلاح، شو رأيكم فيها؟ عن جد إنها حلوة، فيها قرآن وكتب مميزة وشكلها حلو بسيط. هاي الترية من أيام ستي وسيدي بصراحة، مع إنها حلوة بس أكيد رح نقيمها ونركب واحدة جديدة. معقول في لسه ناس تستخدم هيك تريات في بيتهم؟ طبعا هاي الزاوية زاوية تصوير، رح نعملها كتير حلوة مع الإضاءة اللي صلاح بيستعملها، رح تطلع بتجنن، بس كمان بدها شوية ترتيب. وبهيك غيرنا اللمبة أو الترية اللي كانت تتريق عليها خوخة، مع إنه كانت يعني فيها حنيني شوية للماضي، ولكن هذه أجمل. شو رأيكم؟ غرفة النوم الآن خلصناها الحمد لله. طبعا ضروري جدا وجود البخور، يعني يدعم البركة والخير بحياتنا وحياتكم إن شاء الله. الحمد لله خلصناها وأخذت منا وقت كتير، وهي هي غرفة النوم. إن شاء الله نكمل باقي البيت عن قريب. وبهيك بكون خلصت أول خطوة من رحلتنا الجديدة، البيت الجديد، البداية الجديدة وكل التغيير اللي صار حوالي. بس في مفاجأة صغيرة، أو خليني أقولكم هي مفاجأة كبيرة بحجم قلبين. أنا حامل، وكان هذا الانتقال جزء من تجهيزنا لحياة جديدة تماماً، مش بس بالمكان، كمان بالعائلة اللي رح تكبر قريباً. شكراً لكل حدا عم يرافقني بهاي المرحلة، والله يتمم لنا على خير. ويا ريت يا جماعة اللي ما اشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس.